شيء بعد. ونشهد أن لا إله إلا الله لعزته وجلاله تعنو الجباه، ولا يطلب العبد إلا إحسانه ورضاه. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد بدا مني، فكم من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور وشفيعنا يوم العرض والنشور سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، خير من صلى وصام وقام من الليل حتى تورمت منه الأقدام. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد سيد الأنام وعلى كل آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ثم أما بعد، أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يا من خلقنا الله عز وجل لعبادته وأمرنا سبحانه وتعالى بطاعته، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. وحد الواحد. الله عز وجل خلقنا وأمرنا بالعبادة، ومن رحمته سبحانه وتعالى أن مهد لنا الأرض وسلك لنا فيها سبلا، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نضرب فيها وأن نأكل بعد السعي، ثم مرجعنا إلى الله عز وجل. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. المرجع إلى الله. لما سيدنا الفضيل لقى الراجل الطيب ما قابله في الطريق قال له: إلى أين أنت ذاهب؟ رايح فين؟ قال له: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له: أنت عارف معناها؟ أنت عارف معناها؟ عارف إيه؟ عارف إنني بعد العمر ده كله راجع لربنا؟ طب هرجع لربنا أعمل إيه؟ لو في واحد مسافر لابد بياخد معاه جوازه وشنطته واكله وشربه وحاجته كلها، هيوقفوا كمين؟ هيوقفوا ضابط؟ هيوقفوا واحد يقول له: ايه؟ فين مصوغاتك عشان تدخل؟ فين مصوغاتك عشان تعدي؟ طب ما انت قدام ربنا سبحانه وتعالى بعد ما تعيش يوم 2 3 سنة سنين هتقع. من علم انه الى الله راجع فليعلم بانه موقوف، ولما يوقفني هيسألني. ومن علم أنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول. طب وإذا كنت أعلم بأنني مسؤول فأعد للسؤال جوابا. طالب بدون مذاكرة ويفكر إنه هينجح، مش ممكن. حتى لو نجح هيبقى فاشل. قضيت 60 سنة أو 50 سنة لم تستعد، هتخسر كتير قوي، هتخسر كتير قوي. طب اعمل ايه؟ اصلح ما بقى يغفر لك ما قد مضى. كل واحد فينا كل يوم الصبح بيديك انذار كنت نايم. مش احنا سمعنا النوم اخو الموت؟ واحد الصالحين كان بيقول: يا ابن آدم إذا كنت تخاف من الموت فلا تنم، وإن كنت تخاف من البعث فلا تستيقظ. حد يقدر ما يصحاش؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده: واعلموا أنكم لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وتقول إيه؟ ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. ربنا قال إيه؟ من عمل صالحا فلنفسه
ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. جهز شنطتك، جهز صندوقك وانت مسافر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أبو ذر إيه؟ هل أعددت الزاد لليلة صبحها يوم القيامة؟ انت لما بتنام وانت بتنام كده جهز نفسك، بدل ما بتجهز لسفر يوم ولا 2 ولا 3 أكل وشرب وفلوس وجهز متاعك، جهز برضه انك هتسافر سفر طويل. السفر مش نهايته الموت، ده الموت ده بداية. مدة ايه؟ بداية لحياة باقية ونهاية لحياة فانية. تذكر يا عبد الله. عبد مين؟ الله، عبد لله. ونعم العز كفاني عزا أن أكون لك عبدا، وكفاني فخرا أن تكون لي ربا. واحد الواحد. تذكر أنك تنام، هل تظن أنك ستستيقظ؟ هل فكرت أو سمعت أن فلانا نام؟ وحينما أرادوا أن يوقظوه صحوه وجدوه قد مات. كتير بس احنا بننسى. طب ما عندنا القرآن في سورة الجاثية ربنا بيقول لنا ايه؟ الله يعمل ايه؟ يتوفى الأنفس حين موتها. طب واللي لسه لها عمر طويل والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، عمرها انتهى، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. طيب 2 3 نايمين جنب بعض، 2 لسه عمرهم طويل يصحوا، واللي عمره انتهى بيموت. طيب بننام كتير ولا نظن أننا سنستيقظ، فهل أعددت النوم ده؟ سيدنا الحسن البصري رضوان الله تبارك وتعالى عنه كان بيقول له ايه؟ ما سر زهدك في الحياة الدنيا؟ تزهد ليه؟ بنقرأ كتير زي ما قال فضيلة الشيخ، ولكن في سر خلي لك خبيئة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى تدخل بها الجنة. تدخل بها ايه؟ الجنة. صليت بنا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم 4 أشياء: علمت أن عملي لا يقوم به أحد غيري فانشغلت به وحدي. حد يصلي بدلك؟ حد يصوم بدلك؟ حد يروح غيب أبدا، ولو راح يوم ولا لحظة مش هيعمل تاني. عملي لا يقوم به أحد غيري فانشغلت به وحدي. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. طمن قلبك لأنه عند مين؟ عند ربنا. علمت أن الله مطلع علي، شايفني، يراني، يراقبني، فاستحييت أن يراني الله على معصية. مش مكسوف. حد مسكنني في بيته وبيأكلني وشايفني ومع ذلك ما بسمعش الكلام. مش خايف يطردني، مش خايف يمنع عني الأكل، مش خايف يمنع عني الموت. اسمع، علمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. واحد الواحد. أعددت الزاد ليه؟ للقاء ربي. هتقابل ربنا ايه؟ هتقابل ربنا تقول له ايه؟ مش مكسوف لما تشوف الناس كلها شايله شنط مليانه زاد وانت ما معكش زاد. هتسافر معاهم ازاي؟ ده في الاكل بقول الناس جايبين اكل وانا معيش، مكسوف. طب ما الناس كلها معاها حسنات، انت ما معكش ليه؟ كيسك مخروم ليه؟ لهدم الدنيا قفل. اما انا لك ان تتوب. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، فيا ليتنا تبنى قابل ان تبنى. اما انا لنا ان نتوب، اما انا لنا ان نرجع. مستني ايه؟ مستني لما يجي اليوم يقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، وكن الاجابه كلا. مستني اقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب
فأصدق وأكن من الصالحين، وتيجي الإجابة ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. خبير بك، عالم بك، لطيف بك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فض نفسك كده في وقت يكون الناس نامت والجأ لربنا سبحانه وتعالى، ترجوه، تطلب منه، تقول له يا رب لبست ثوب الرجا والناس قد ركضوا، الناس كلها نايمة، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا اللي أنت هتحكيه هو عفو، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. كل اللي بيقول يا رب ربنا بيلبي نداء، يستعي. شوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل وان ربكم حيي كريم يستحي ان يمد عبده المؤمن يديه يقول يا رب فيردهما صفرا خائبتين. اللهم انا اتيناك يا رب شفعاء لفقيدنا، سالناك يا رب كما عودتنا، ودعوناك يا ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، اللهم أكرم نزله، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم وسع مدخله، اللهم افسح له في قبره مد بصره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم يمن كتابه، اللهم يسر حسابه، اللهم ثبت لسانه، اللهم نقله حجته، اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أصبح في ذمتك وفي حبل جوارك وإنه أحوج إليه، فنسألك يا ربنا أن تغفر به وأن تغفر له وأن تتجاوز عنه وألا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر اللهم لنا وله الموتى المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين.